والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بيكم النهارده في درس جديد على قناه سبيد شوب توتوريالز. معانا النهارده ادهم ورايحين الامتحان اهو خلاص قفل اليوم. تابع معانا الدرس يا عم. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل فيكتور ارت. طبعا اللي متابعني من زمان، مش من زمان قوي يعني، بس من شويه وقت، عارف ان اكتر حاجه بتطلب عندي هي الفيكتور ارت، وانا بصراحه ما كنتش حاطه في بالي خالص الموضوع ده. يعني الفيكتور ارت كانت حاجه مش عارف بعيده عن دماغي ليه، لكن ما كنتش مديها اهتمام بصراحه. لكن لحد كده ما لقيته الطلب شويه كتير كده الفتره الاخيره، فقلت ليه لا. فلو فاكرين الدرس اللي هو بتاع البين تول اللي هو هتلاقيه عندكم في القناه، هتلاقوا الدرس الثالث تقريبا ورا اهو، اللي هو طريقه استخدام البين تول، زائد نصيحه زائد مفاجاه. المفاجاه هي ان انا قلت لكم في الدرس ان احنا هنعمل الصوره دي ان شاء الله. فهي دي درسنا النهارده باذن الله. ممكن يبقى طويل شويه لكن هو عشان في البدايه، لكن بعد كده هنبقى بنختصر عشان هتبقى خلاص عرفت كل حاجه. لكن اي حد من اصحابك بيبتدي في الفيكتور ارت ولسه تاتا يعني كده حاجه بسيطه، يبقى اديله لينك الدرس ده، عشان احنا بعد كده هنبقى ايه بنختصر شويه شويه. تمام، دي الصوره اللي احنا هنشتغل عليها طبعا ان شاء الله، يعني هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. نعمل زوم وهعمل نيو لاير فوقيها، وهخليه فوق الصوره ديت هعمل نيو لاير فوقيها واخلي لونها ابيض. تمام اوكي. انا بفضل في الحاجات دي طالما انا مش هستخدم باقي الصوره، انا هرسم بس الوش بس، فانا هضطر مش هضطر يعني، انا هعمل كام مزاجي ان انا هقص الحته دي بس. ليه؟ عشان ما يبقاش الكمبيوتر كانه بيستهلك من قوته على الفاضي. انا مش هعمل حاجه بقيه الصوره الكبيره دي، انا عايز الوش وبس. لان لو تلاحظ اصلا مقاس الصوره كبير، يعني انا كده ده الفول زوم بتاعها، يعني هي مقاس الصوره كبير. فبدل ما تتعب الجهاز بتاعك يعني قص الحته اللي انت هترسمها بس. الابيض ده ليه الابيض ده؟ عشان كل ما ارسم حاجه عايز اشوفها على خلفيه بيضاء، ما يبقاش خلفيتها الصوره ظاهر دي، واشوف ان كده تمام ولا لا. هنستخدم في درس النهارده 3 الوان: الاخضر بتاع البشره، اخضر غامق، واسود. اخضر فاتح قصدي، واسود، بس كده. هبتدي دلوقتي دايما باكتر حاجه ببتدي بيها هي رسم الشعر. هرسمه بايه؟ بالبين تول. لو لسه مش عارف البين تول بتستخدم ازاي، ارجع للدرس اللي هو طريقه استخدام البين تول اللي هو ده. تمام، وهبتدي ارسم على الشعر. بس حاجه انا نسيت انا نفسي اعملها، نسيت اعمل ان هنا اختار من هنا القايمه الصغيره دي اخليها شيب، مش بس شيب، يعني هتعمل لي شكل باللون اللي انا مختاره اللي هو هيبقى ان شاء الله اسود. هبتدي ارسم على الشعر كده، همشي مع الكيرفات اللي هي بتاعه الشعر نفسه، وادوس الت عشان اخلي النقطه الاخيره حاده، مش فيها كيرف يعني. وابتدي اعمل كيرفات كده طول ما انت بتمشي في الشعر، لانه شعر حاجه مش هو هالك ملوش حلاقه معينه، يعني هو شعر كده ايه منعكش بمعنى ادق. فده هيديك فرصه احسن ان انت في البدايه يبقى كأن ما يبقاش فيه غلطات في الشعر اصلا. بص انا بمشي مع الشعرايه واعمل كده اللي هو ايه، اللي هو شعر ملوش ماسكه، يعني ملوش شكل معين. اعمل هنا كده، وهكذا همشي مع الشعر. وطبعا اللي عنده اي سؤال في موضوع الشعر وكده ده، اهو بدوس الت وبفضل دايس الت وادوس على اخر نقطه واعمل كده اهو. وطبعا زي ما بقول، اللي عنده اي سؤال في موضوع الشعر ده يكتبه تحت في الكومنتات ان شاء الله، وانا باذن الله هرد عليه ان شاء الله. هعمل بس هظهر اللاير الابيض عشان تبقوا شايفين، بس باوباسيتي خفيف يعني، عشان تبقوا شايفين اللون الاسود يبقى في فرق يعني، عشان انا اصلا حسيت ان انا مش شايف اللون الاسود اللي انا بعمله خالص اهو. بمشي مع الشعر مش بالظبط طبعا، عشان ايه ما تصعبهاش على نفسك في البدايه. انت مش بترسم بورتريه اللي هو حاجه خرافيه الشكل، لا انت لسه بتبتدي يعني، فاهم؟ بس المهم ان يبقى في شعريات طالعه كده لوحدها، ما يبقاش كتله واحده الشعر، لا يبقى في شعريات كده طالعه لبره، والشكل ده بيدي شكل احترافي في الصوره اكتر.
تمام اهو زي ما انتم شايفين برضو ماشيين بنفس النمط، هو مفيش حاجة جديدة يعني. فالموضوع بتاع الفيكتور ارت ده محتاج صبر، يعني هو بصراحة كل حاجة محتاجة صبر، لكن انت هتحس بقى ان انت مقارنة بشغلك اللي انت بتحس ان انت بتخلصه بسرعة وكده، هو الشغل اللي بيخلص بسرعة ده ما بيبقاش ممتع بصراحة. انت هتحس مع تقدم عمرك في هذه المهنة، هتحس ان الحاجة اللي بتخلص بسرعة دي تحس ان انت مش مطمن لها، انت فيكي حاجة غلط، اللي هو فاهم انت، تحس ان الحاجة اللي هي بتاخد وقت طويل هي دي الحاجة الصح، ان هي كده بيرفكت خلصت خلاص. لما توصل لحتة بقى عايز تشوف، لان انت مش شايف كده من التحديد، قلل الاوباسيتي شوية عشان تبقى شايف. وهنا عند حتة الودن همشي بتحديدة للودن من بره كده، حدد الودن من بره اهو من هنا كده. وهنا ابتدي ارجع تاني اعمل الشعر. ونصيحة اللي دايما بتتقال، اللي لو ما بتعملش بيها هتخسر كتير جدا، وهي ان طول ما انت بتشتغل دوس كنترول اس عشان تسيف بي اس دي، عشان شغلك ما يضيعش وتعبك ما يضيعش فجأة هدر كده، ان كل ده مضطر تعيده من الاول تاني. كنترول اس او من فايل هنا تختار سيف اللي هي دي. وهو احنا كده وصلنا لاخر الشعر خالص. هتحس طول ما انت شغال ان انت مش شايف شكل معين، انا حاسس ان انت يعني ايه، تحس ان في هزي كده في الموضوع، تحس ان احنا بنهزي مش بنحدد. لكن بعد ما تخلص وترجع الاوباسيتي 100%، هتشوف دلوقتي الشكل بقى عامل ازاي. اظهر الابيض اخليه 100%، والشعر اخليه كمان 100%. هتبص للحاجة اللي انت عملتها كده تقول شكلها حلو، شكلها جميل، لايقة ان هي تبقى فعلا شعر اللي زي ده بالظبط. تمام، دلوقتي بقى هنبتدي نرسم ايه. انا برسم ايه في الفيكتور ارت؟ اللون الاسود اللي هو بيعبر عن الشادوز او بيعبر عن الظلال، واللون الفاتح هو اللون اللي بيعبر عن المناطق المضيئة في الوجه. فهي دي التعريف ببساطة. يعني انا دلوقتي هكمل رسم بالاسود، وهخش على اكتر حاجة مظلمة في هذا الوجه العجيب. اول حاجة هي الحواجب. بتلاحظ انت كده شوية حاجات متصلة ببعض. الحواجب هنا متصلة، ثواني اعمل لك حاجة سريعة. بتلاحظ هنا الحواجب متصلة بالتكشيرة اللي هنا عند العين دي، ومتصلة كمان بالخط الاسود اللي هو ده، ومتصلة كمان برسمة العين اللي هي كل ده هتلاقيه اسود متصل ببعضه. فاعمله في تحديدة واحدة على طول، ده مش تراخي منك او ان انت كده بتكسل في الشغل، هي كده يعني، هي خدها مني هي كده. هبدأ دلوقتي امشي، بص مع الشعريات، بص ماشية، هتلاقي ان ليها اتجاه، الشعريات ماشية كده كده كده، حتى من تحت كمان هتلاقيها ماشية كده كده، ماشية في اتجاه معين، عشان ما تبقاش بترسم في اي اتجاه وخلاص، كل حاجة ليها اتجاه. فانا هرسم دلوقتي اهو، ارسم كده، هبتدي امشي مع اتجاه الشعريات، وبرضو اعمل ايه، شعريات طالعة كده زي ما رسمت الشعر من شوية دلوقتي قدامكم اهو. امشي كده، خلي الشعريات ضيقة سنة يعني. تمشي كده. انا خلاص يعني ايه، شايف ان هنا كأنه الشعر بدأ يقل، فهروح جاي هنا، بص هتلاقي فيه سحباية هنا، السحبة دي هي اللي واصلة الاسود في بعضه. هرسم دلوقتي بس الحاجب لوحده، هقلل بس الاوباسيتي عشان ابقى شايف، وهدوس الت وادوس على اخر نقطة، واخلي الحتة دي رفيعة كده، وكمل رسم على الحاجب في نفس الاتجاه اللي احنا ماشيين بيه اهو كده. وارجع لورا هنا كده واعمل خط، وامشي هنا واعمل كيرفاية كده. اقلل بقى الاوباسيتي خالص عشان اشوف الظلال اللي هنا اللي انا همشي معاها، اللي هي من هنا دي، همشي مع المناطق السوداء، هبتدي احددها كده اهو، واعمل كمان الحتة الغوامق اللي هي بتبقى الكشكشة اللي جنب العين دي او التكشيرة اللي جنب العين اهي، بمشي معاها بالظبط
بمشي حواليها كده. بعد ما تخلص هتلاقي نفسك عملت شغل حلو، ما تقلقش يعني، اطمن لنفسك، انت مبدع وبتعمل حاجه كويسه اهو. وبرضه ايه، اعمل حته مايله كده كانها زي بتاعت زي اللي احنا بنعملها في الشعر كده، عشان تدي شكل اللي هو كانه رسم زيتي يعني. واهو امشي من هنا كده ومن هنا، هتلاقي نفسك وصلت لحته غامقه تانية اللي هي الحته بتاعه المناخير. لو عايز تمشي معاها برضو امشي معاها، هي مش هتخسر حاجه، هي يعني ايه، كله فن يعني. واروح ايه قافل من هنا بشكل ايه، شكل حلو كده. هخلي الاوباسيتي 100% عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. اسيف بس كنترول اس عشان ما يضيعش مني حاجه. بص انت عملت شكل واضح، عملت حاجه باينه ظاهره. تمام. دلوقتي هرسم ال ممكن لو عايز كمان نرسم هنا التكشيره اللي هنا دي بالبين تول، برضو تروح جايب البين تول حرف بي تقيله من الكيبورد، واروح اعمل كده. هي كيرفايه واحده بس عشان ايه، تعبر عن الغضب اللي هو فيه ده. انا هرسم ايه، انا هرسم الاسود اللي بين السنان. هرسمه ازاي؟ هبدا من هنا اهو، انا هبتدي من هنا وابتدي امشي كده حوالين الاسود بالظبط. انا بحدد الاسود. هتلاقي نفسك في النص كده وانت بتشتغل فجاه تقول هو انا كنت بحدد ايه، حاله زهايمر كده مؤقته، لكن ما تقلقش هتروح على طول. امشي الحته دي كده واروح دايس الت على اخر نقطه عشان الشفه تمشي، الشفايف تمشي معايا صح من هنا كده اهو، واروح نازل على الحته دي تكمله الاسود، واعمل هنا حته كده مايله لبره كده. اقلل الاوباسيتي عشان ابقى شايف اللي انا بعمله ايه هو، واروح راجع هنا ادوس على اخر نقطه بس، اروح راجع هنا ماشي فوق السنان. عشان ما تنساش انا مش بحدد السنان، انا بحدد الاسود، الاسود اللي هو بين السنان، اللي هو في الاخر هيبين لي السنان، اللي بعد ما تخلص تلاقي السنان ظهرت. واروح ايه قافل التحديده بتاعتي هنا كده. اخلي الاوباسيتي 100% عشان تبان، واوريكم باللير الابيض هتلاقي ان انت وصلت للشكل ده. اوكي، محتاج بقى دلوقتي ايه، احدد الوش من بره عشان يبقى الوش ممسوك له من حته، يعني ممسوك من حته يبقى باين. فانا هرسم تحديده كده، هحدد بس الوش ايه من بره كده اهو، هنا كده، وانزل هنا عند الخد خلاص انهيه، وامشي مع الشفايف وانهي التحديده دي. هقلل الاوباسيتي وهرجع تاني، مش اقلله قوي كده يعني، ارجع تاني عشان عايز اعمل خط. تقدر تقولي كنت تعملها بالستروك، ماشي، بس الستروك بيبقى قيمه ثابته، ما انا عايزها تبقى حته تخينه وحته رفيعه كده يعني اهو. هنا كده وامشي وراها، امشي زيها بالظبط. طبعا انا اسف ان بدايه السلسله بدات بالوش ده، لكن هو بدايه حسيتها بدايه تبقى موفقه ان شاء الله في الكورس ده يعني. نرجع الاوباسيتي 100 تاني ونرجع اللاير الابيض. هتلاقي ان انت اهو عملت كده. هرسم الحاجب التاني، حاجب برضو بص رسمته اول ما لما بترسمها صح بتبان فعلا ان انت راسم حاجه شكلها متعصبه متضايقه، يعني المهم تبقى راسم الحاجه صح عشان تبان معاك اهو. هملى الصوره دي دلوقتي بقى، هملاها بلون اخضر، مش هخليها ابيض كده، هملاها بلون ابيض اخضر قصدي. وخد الفوتوشوب ينصحك بيه اهو. تمام. ليه حاسس ان في حاجه شكلها غريب؟ نرسم بقى دلوقتي الايه، الحته دي، الحته الغامقه اللي هنا وهنا دي. نرسم الحته اللي تحت الشفايف كده بالظبط، امشي مع الشفايف بالظبط عشان تبين الشكل اللي انت بتعمله ايه هو. وكده تمام.
رجع الاوباسيتي 100% وبين اللون، هتلاقي ان برضو ظهر معاك شكل جديد. ناخد بقى دلوقتي اللون الاخضر ده ونخليه فاتح شويه، نعمل نيو لاير بس، خلي اللون الاخضر ده افتح كتير شويه، ونبتدي نرسم المناطق المضيئه في الوش ده. يعني المناطق المضيئه هي دي، هنمشي بقى مع الناحيه التانية، البرايت سايد، الناحيه المضيئه في الوش هنا الحته دي، وهرجع معاها تاني، يعني هرجع بالتحديدة لورا تاني عشان هي ايه زي ما انتم شايفين كده، اللي هي ايه ماشيه كده. وبكده تبقى حلقة النهاردة خلصت. اتمنى فعلا تكون عجبتكم، ولو عجبتك ما تنساش تدوس لايك تحت الفيديو، وكمان تحمل الصورة عشان تطبع عليها برضو من تحت الفيديو. ولو عندك اي استفسار تكتبه في الكومنتات. انا كده حطيتك على اول الطريق، انت هتشوف باقي الحاجات وتكملها انت. لكن كده يبقى درس النهارده خلص، اشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي. السلام عليكم.